خليك مع التيار، اوعى تعوم ضده. بس السؤال الاهم، ازاي نعرف التيار ده اتجاهه ايه اصلا؟ ولحظه، تيار مش طب ازاي نعرف اتجاه التيار ده اصلا؟ الاتجاه العام هو المسار الكلي اللي السعر واخده وبيتحرك فيه لفتره زمنيه طويله. السعر عمره ما بيمشي في خط مستقيم، هو بيتحرك في شكل موجات طالعه ونازله زي الزجزاج. لكن لما تبص على الحركه دي من بعيد هتلاقي الموجات دي بتشكل مسار واضح. المسار دوت ملوش غير 3 حاجات: يا اما اتجاه صاعد والسوق بيطلع، يا اما اتجاه هابط والسوق بينزل، يا اما اتجاه عرضي والسوق محتار وماشي في مكانه. وظيفتك الاولى قبل ما تشتري او تبيع انك تحدد احنا في انهي اتجاه. ليه؟ لان القاعده الذهبيه في السوق بتقول ترند از يور فريند. يعني لو اتجاه صاعد اشتري، لو الاتجاه هابط بيع وما تعاندش السوق ولا تحاول تتوقع قمه او قاع. هقول لك مثال واقعي، زي الموج في البحر كده، ممكن موجه صغيره ترجع لورا بس المد العام بيطلع لقدام وبيغطي الشط معاه. الموجه الصغيره دي هي الحركه اليوميه، لكن المد هو الترند. اسمع بقى الخلاصه من اخوك درويش: الترند هو الاتجاه المسيطر على حركه السعر صعودا او هبوطا او عرضيا، ويجب التداول دائما في نفس اتجاهه لضمان نجاح الصفقه. وارجع تاني واقول لك اعمل فولو لدرويش تكسب وتعيش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.